صباح الفل، صباح السكر، حبايبي الحلوين، ما نسيتكوش. ورجعنا تاني بفيديو جديد زي ما انتوا شايفين مع بعض كده. انا لسه مستمره في التفريزات، فجبت كميه كرنب كبيره كده. انا عملت معاكم الفيديو اللي فات تفريز الكرنب، لو حابين تروحوا تشوفوه روحوا شوفوه. زي ما احنا شايفين بختار الكرنبه الفريش الجميله كده، وبشيل الراس بتاعها زي ما احنا شايفين مع بعض، وبسلقها واقطعها زي ما احنا عملنا في الفيديو اللي فات. رجعوا شوفوه. النهارده هنعمل مع بعض احلى محشي. انا اصلا عامله الفيديو ده عشان اتكلم معاكم شويه، وافكركم ان انا ما نسيتكوش، يعني ان انا برضو شغاله في التفريزات لسه زي ما انا. هنا عملنا التقليه بصل وواحدة توم صغيرة، والطماطم بتاعنا تقيلة، وسويناها على النار واديت لها بقى كل التوابل بتاعنا، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة وبابريكا. ونقلبها زي ما احنا، ومعلقتين كبار من معجون الطماطم اللي هي الصلصة، ونقلبها زي ما احنا شايفين كده مع بعض مع الرز بعد ما غسلناه كويس وصفيناه. ونحط الخضره بتاعنا ونقلبها. خلاص الخلطه في ثواني كده بقت معانا سهله خالص. وانا عامله لكم طريقه المحشي في القناه قبل كده بالتفصيل. بس ايه، قلت اجي كده بس عليكم وافكركم ان انا موجوده يعني. في تفريزات كتير ان شاء الله هنعملها الفتره الجايه، احنا لسه زي ما احنا مستمرين، بس انا بحاول اخلص بند بند كده. انا اشتغلت في الكرنب اللي انا جبته زي ما انتم شايفين مع بعض، كنت جايبه كميه كبيره، وان شاء الله يعني هنعمل حاجات تانية كتير. خلصت الكرنب بتاعي وفرزته ان شاء الله لرمضان والفتره اللي جايه، ولو قابلني تاني كرنب ان شاء الله هعمل. الكرنب جميل وبنحتاجه في الصيف. بعد ما خلصنا التتبيله بتاعنا، انا باخد العروق واقطعها زي ما احنا شايفين كده، بدل ما احط بصل وطماطم وكده بحطها في ارض الحله، وبفرش ورقه من الكرنب اللي هو بقى تخين شويه او اخضر، يعني بحطها في الارض بتاع الحله كده، وابدا ارص عليها المحشي بتاعنا. انا قلت لكم ممكن نقطع المحشي زي ما هو رولات كده، وممكن نقطعه قطع صغيره بحيث يسهل علينا. بوريكم ازاي نحشي بالرول. الرول اهو زي ما احنا شايفينه على الرز جنبنا، بقطع منه حته صغيره على قد الصباع كده، وببدا الف المحشي. ما بخليش اي رز بره المحشي، هنرصه مع بعض لغايه ما نخلص الحله كلها. وبعد كده ان شاء الله هنشوف هنسويها ازاي مع بعض. بفكركم يا بنات، لو كنتوا وصلتوا معايا لغايه هنا تحطوا لايكات كتير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، علشان التفاعل على الفيديوهات قليل جدا، وده اللي بيخليني اقصر في الفيديوهات وما اعملش فيديوهات كتير. طبعا التصوير مع الطبيخ بيبقى حاجه صعبه جدا. فحاولوا تساعدوني شويه. طبعا هنا هنلف المحشي بتاعنا كله زي ما احنا شايفين مع بعض كده، صفوف عكس بعضها، ممكن نحطه في صينيه زي ما احنا شايفين مع بعض ونسويه في الفرن. هنا بعمل كده معلقتين صلصه مع ملح وميه، وبخلي الميه يدوب عقل الصباع فوق الرز بتاع المحشي يغلي، اوطي عليه وناخد احلى محشي. لايكات كتير، دمتم